انك مش تمام، حاسس انك مش امام، مش هشام مش عصام، ظابط ومش لاقيلها اللي يمسك اللجام. مش كل حد يجي يقولك تسمع الكلام، فكر وحكم رايك، اوزن الامور يا مان. كتب حوالينا الفوضى وجدد في الامور امور، فكره جت في دماغنا قلنا مش معقول، لازم نعمل حاجه يبقى شكلها كول. دخلنا وسط الثوره وعملنا لوكيشن، قلنا لازم يبقى فور سيفيلايزيشن. جينا نقول كلام تمام مش اي حاجه والسلام. ستاند اب ستاند اب، كلام معقول معقول، موزون موزون، مليان وفي التمام. ستاند اب ستاند اب، اعي في دماغك كل حاجه قبل ما تقول، وسيبك من اللي اتقال لو مش معقول. لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب، لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب ستاند اب. جود نايت، مساء الخير بالانجليزي، كل واحد وعلامه بقى. المهم انا النهارده جاي احكي لكم مأساتي. ايه؟ تصبح على خير. انت مدرس انجليزي؟ بسم الله ما شاء الله. انت اللي سقطتني في ثالثه ابتدائي. مش مهم. المهم انا جاي احكي مأساتي دي تصعب على الكافر ده تصعب على نتنياهو نفسه. هحكي لكم قصتي. انا عمري ما قابلت ابويا في حياتي، كل اللي اعرفه عنه حكايه امي تحكيها لي من وانا صغير، ان هي اتجوزت واحد من كينيا، قعد معاها سنه واحده، بعد كده سافر بره، ومن ساعتها ما تعرفش عنه اي حاجه، ولا نعرف عنه اي حاجه غير ان هو من كينيا. لحد ما جه اليوم المنتظر وانا في الشغل بتاعي، جالي واحد صاحبي بيقول لي الحق يا بغبغان، الحق يا بغبغان. ملحوظه، بغبغان ده اسم الشهره طلع عليا ليه؟ عشان انا بتكلم كتير وانا ما بتكلمش خالص، مش عارف ليه طلعوا ده عليا، يقول لك ما انت لابس شيرت اخضر مش بغبغان. انا ما بحبش الرغي. المهم قال لي الحق يا بغبغان امك بتموت. قلت ايه؟ فجاه بجري في الشارع زي المجنون، يا اما يا اما، جريت عليها قلت لها ابوس ايدك يا اما ما تموتيش، ماليش غيرك. قالت لي يا ابني انا قبل ما اموت عايزه اقول لك سر خطير. طب طالما ربنا مديك صحه قوم اعمل لنا لقمه ناكلها الاول. قالت لي ما تبطل يا بغبغان الزفت واسمعني، افتح الكومودينو وطلع الشكمجيه وشوف اللي جواه. قلت شغل الافلام القديم ده. طلعت الشكمجيه لقيت فيها نص ما شاء الله وجواب. بفتح الجواب اقراه: أقر أنا الموقع أدناه بأنني تزوجت السيدة أشجان عماد خاطر، دي أمي. تزوجت السيدة أشجان عماد خاطر يوم 1/4/1987، المقر بما فيه. تموتي في الهزار يما، حتى وأنت بتموتي. قالت لي يا ابني والله بتكلم جد. إيه؟ يعني أنت عايز تقنعني إن ده أبويا؟ والله أبوك. إيه؟ يعني أنا يبقى أبويا باراك حسين أوباما؟ معرفتش أعمل إيه؟ أتخض ولا أفرح؟ قلت افرح، ده انا لقيت اب ومش اي اب، ده رئيس اكبر دوله في الدنيا. فجاه جريت في الشارع زي المجنون: لو سمحت ما شفتش اوباما؟ ما تعرفش اي حاجه عن اوباما؟ جالي واد كده سمح قال لي اوباما جاي الاسبوع الجاي جامعه القاهره. فكرت فكره ظريفه، جبت متر قماش كتبت عليه ماي نيم از همدي اند اي ام يور سن، وعلقت له اليافطه. بص لي وابتسم قوي. فجاه بعد ما خلص الندوه جاي اتنين قالوا لي مبروك. قلت معقول اعترف بيا بسرعه كده؟ مبروك انت علقت احسن يافطه ترحيب للرئيس وكسبت رحله اقامتين اسبوع معاه. قلت مش مهم، المهم هقعد مع ابويا. فجاه لقيت نفسي في طياره واحده مع ابويا. اي نعم كنت في شنطه البضايع، بس طياره واحده مع ابويا مش مهم قاعد فين. المهم عرفت ان السكه طويله، ضربت الام بي 3 في وداني وقلت اسمع اغاني شعبي: محتاجين حنانك يابا اكتر من الفلوس، ده حضن لعيالك يابا يساوي كنوز، بكتب لك وبقول لك انت يابا تجيني. ما تسمعونا السقفه الله. المهم ايه؟ تم وصول طياره الرئيس الامريكي الى مقر منزله. فجاه نزلت بلد عمامي. ياه، ده امي تلاقي بالميت ليها نص واشنطن، ضمي تلاقي نيويورك باسمها. انا مش جاي عشان فلوس، انا جاي اقعد مع ابويا. لحد ما ظهر اللي ما كنتش عامل حسابه: ميسيز ميشيل مرات ابويا. بتعاملني اسوأ معامله، كل يوم تصحيني الفجر وتقعد تقص لي في شعري، واقول لها حرام عليكي شعري. ولا عيالها كل يوم يخلوني اغسل البيت الابيض طالع نازل 3 مرات. قلت لا كفايه، انا اخش بقى واقول له ان انا ابنك. دخلت عليه المكتب وريته نص ما شاء الله والجواب. بص فيهم: انت حرامي، انت بتقلب في ورقي. قلت له قبل ما تكمل او تقول اي حاجه: ماي نيم از همدي اند اي ام يور سن. خدني حضن جامد قوي يابا. فجاه نطرني من حضنه، قال لي يا ابني مش معنى ان انا بقول ان انا اتجوزت امك معنى كده ان انت ابني. قلت له لا اهدى كده، انت ما بتقولش الغاز. قال لي يا ابني صدقني انت مش ابني. قلت له امال ايه؟ قال لي انا اتجوزت امك وانت كنت حته لحمه سودة على ايديها. قلت له الله يسامحك انت الابيض قوي يعني. قال لي انت اتجوزت امك وانت كنت حته لحمه سودة. قلت له يعني ايه؟ يعني انا مش ابنك؟ قال لي لا انت مش ابني. قلت له ابوس ايدك، مين ابويا؟ قال لي ابوك يبقى عيسى حياته. فجاه صرخت جامد قوي، صحيت من النوم. اتاري كل ده كان حلم جميل. تعرفوا ان الحلم ده سبب لي هوالس، ما انا بهلوس. سبب لي هلاوس قعدت معايا شهور. انا اسكت، رحت المستشفى، دخلت
لقيت واحده قابلتني شكلها عامله زي بتوع الفامبايرز كده، مصارعه. بقول لها لو سمحتي مفيش اي حد شغال هنا؟ قالت لي انا ممرضه. انا اعرف الممرضات ملائكه رحمه، انما دي كبيرها ملاك موت ده شكله. بس قلت مستشفى حكومي. المهم قلت لها لو سمحتي عايز دكتور امراض نفسيه. دخلتني للدكتور وهو لسه قايم من النوم، بيقول لي ايوه. بقول له لو سمحت يا دكتور انا بقالي فتره بهلوس، اشرب جنزبيل. يا دكتور بهلوس، اشرب جنزبيل. المهم خرجت من المستشفى متضايق، مع دعاء امي ومع الوقت خفيت. جيت بعد 6 شهور بلعب كوره رجلي اتكسرت، رحت نفس المستشفى قابلت عم عبده الممرضه، قلت لها لو سمحتي عايز دكتور عظام. قلت لها لو سمحتي عايز دكتور عظام. دخلتني لقيت الدكتور بيصحى من النوم، قلت له لا حضرتك انا مش عايز دكتور نفساني عظام. قال لي ايوه يا ابني انا هنا بتاع كله، نفساني ماشي عظام ماشي، شغل حكومه. قلت له طب حضرتك انا رجلي اتكسرت. قال لي اشرب جنزبيل. قلت له لا بقول لك رجلي. قال لي اشرب جنزبيل. قلت له لا ده انا هشتكيك. ما انا سكت، مصرح بيه ايه؟ انا اتصلت بالوزاره اتاكد، اتصلت وصلوني للسيد الوزير، قلت له حضرتك دلوقتي في دكتور مش عايز يعالجني. ايه؟ اشرب جنزبيل؟ تي 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 إيه هو العلاج ده نزل امتى؟ المهم هي دي المستشفيات الحكومي، ولا الا بقى تروح المستشفى الخاصه تدفع 250,000 جنيه. ده غير بقى ان هم ياخدوا منك كليه وكبد، ده مش بعيد يحطوا لك كبده فراخ. والله واقعد اكاكي بقى. وطالما العلاج بيتكتب لي بحماس لازم اخده بحماس حتى لو فيتامين. مع السلامه يا بطاطا. شكرا. اديكوا سمعتوا وشفتوا ولا قاعدين والسلام؟ يا رب تكون الناس عرفت وفهمت الكلام. قلنا لازم نعمل حاجه لولادنا القدام، حاجه باين وتقول مين المسؤول. حد زعلان مننا؟ ده مش معقول. ما فوضى جوه الشارع جوه الشغل جوه البيت، مش عارفين نتنفس في الزحمه. انا مليت خايفين نواجه نفسنا بكل السقطات، فكل واحد مننا مليان غلطات. خلص الكلام اوام ليا وليك ولغيرك، وادينا قايمين سايبينك لضميرك. يلا يلا ستاند اب يلا نغير، نقف جنب جنب بعض ونتغير. مين عليك تساعد مش مستاهله، بكره مصر بيك وبينا تبقى احلى. جينا نقول حبة كلمات حياتنا مليانة سلبيات. ستاند اب ستاند اب جوه حياتنا وثبتناها صبح وليل عايشين جواها. ستاند اب ستاند اب اي كلام يتقال بحماس لازم يتسمع بحماس حتى لو كان مع السلامة يا وطن.